خصصت جريدة التجديد غلاف عددها الأسبوعي لسجناء وصفة بالثوار حولوا زنازينهم إلى مدارس وجامعات ومصحات للعلاج، رغم أن منهم المحكوم بالمؤبد ومنهم من سيقضي السنين الطويلة خلف القضبان وبين 4 جدران. وذكرت أنهم استقبلوا التجديد داخل زنازينهم وكشفوا لها عن قدراتهم ونجاحاتهم بإرادة قوية وعزيمة قل نظيرها. واعتبرت التجديد في افتتاحيتها أن الممارسات الاستفزازية ضد المغرب ولغة الحرب في خطابات الانفصاليين عنصران ثابتان في سياسة خصوم الوحدة الترابية وليس أمرا جديدا. وأكدت أنه لمواجهة هذه الممارسات نحتاج إلى مشاريع إعلامية تحمي الرأي العام الوطني وتنور الرأي العام الدولي، وذلك بفضح مناورات مشروع الدولة الوهمية وخطابات الحرب التضليلية. وعلى إثر توزيع مبشرين لمطويات في صفوف التلاميذ تدعو إلى المسيحية بوزان مؤخرا، تساءل التجديد الأسبوعية عن مدى يقظة السلطات المعنية لمواجهة مثل هذه الاختراقات التي تستهدف الناشئة وردعها بالقانون. ونبهت ذات الصحيفة إلى الطرق المختلفة التي يعتمدها دعاة التنصير بالمدينة، كما قدمت أرقاما لعدد المسيحيين بالمغرب، وذلك اعتمادا على مصادر مختلفة. وفي خبر آخر نقلت الصحيفة أن عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح استغرب رفض الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منح الحركة حق الرد وفق ما يضمنه القانون على الاتهامات التي وجهت لها في برنامج ضيف الأولى على القناة الأولى. وقال الشيخي في تصريح لجريدة التجديد الأسبوعية: كنا نود أن تستجيب الهيئة لطلبنا، لأننا لم نكن حاضرين في هذا البرنامج الذي قيلت فيه عدد من الاتهامات والمغالطات والمعلومات الخاطئة التي كنا نود توضيحها للرأي العام، لأن هذا من حقنا. معتبرا الشيخي تقدير الهيئة بكون رد ممثل العدالة والتنمية في البرنامج كاف تقدير غير سليم.